شكرا لزميل عزيز سركي شديد، شكرا لكباتن الاعزاء في الاستوديو وايضا للزملاء الموجودين خلف الكواليس. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي انساتي سادتي عبر قنوات اساسين، ارحب بحضراتكم الليله في الدور ربع نهائي من بطوله كاس ملك اسبانيا في الكوبا ديل ري هنا في ملعب بوتاركي. يستضيف فريق ليغانيس ريال مدريد في مباراه بالتاكيد تعني الكثير للنادي الملكي في مواصله مشواره بنجاح في هذه المسابقة، وأيضا سيحاول من خلالها فريق ليغانيس إعادة كتابة التاريخ الذي فعله في موسم 2017-2018 عندما تمكن. أتى الليلة خطيرة، كرة يا إلهي، إنها الانطلاقة الأولى. طيب التمرير لإندريك والكرة، يا الله على فرصة، يا إلهي على لقطة، إنه دياز، إنها الموهبة. طريق عن كرة عرضية بالفعل خطيرة، يا الله على لقطة، يا الله على فرصة. التمريرة لوكا الكبير، مودريتش يا عيني، مودريتش الكبير، مودريتش، الله على التمريرة. رودريغو يحط كورة ولا أروع، رودريغو بلمسة جميلة. النهاية كانت بروعة من القائد لوكا مودريتش يسجل أول أهداف المرنجي في أحداث هذا اللقاء. فالفيردي جميلة لكن اللقطة خطيرة. والثاني للريال بروعة كبيرة جدا. يسجل هدف ثاني لتأمين النتيجة الليلة. خطأ فادح من دفاع ليغانيس، تركوه لوحده، ذهبوا إلى دياز، رودريغو والبقية تركوا الأسمراني البرازيلي الموهبة. إندريك يسجل حضور اللاعب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ النهارده وفيديو جديد ان شاء الله. هقول لكم على طريقه تعمل بيتزا بطريقه سهله جدا، اتمنى ان هي تعجبكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو شير ولايك وسبسكرايب للقناه، الزرار الاحمر اللي تحت مكتوب عليه كلمه اشتراك، وفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد. زي ما انتم شايفين انا هنا معايا 4 كوبايات من الدقيق، معلقه من الخميره، معلقه من السكر، معلقه كبيره، وشويه من الميه، نص كوبايه من الميه، ومعلقه واحده من الزيت. انا هحط الخميره والسكر مع بعض عشان يلحقوا يتخمروا معايا، وهقلبهم اديهم تقليبه كده عشان يلحقوا يخمروا معايا، واحطهم على الدقيق. زي ما انتم شايفين انا قلبتهم تقليبه اهو. هنلاقي شويه فقاقيع ظهرت على الوش، نعرف ان الخميره بتاعتنا صالحه للاستخدام وهتطلع معانا كويسه. زي شايفين الفقاقيع دي اللي انا بقول لكم عليها. وكده تمام، هسيبها بقى تخمر معايا حوالي نص ساعة ربع ساعة على حسب ما تخمر معاكي. والدقيق انا حط عليه رشة بس من الملح وقلبته. طبعا انا سبت ما الخميرة تخمر، شايفين عاملة ازاي، فهبتدي بقى نستخدمها عشان ما تفرش. قلبت انا الدقيق مع الملح، وهبتدي ان انا انزل بالخميره معايا بعد ما خمرت. شايفين الفقاقيع وكل حاجه خمرت تمام معايا، وطبعا احنا هنحتاج ميه اكتر من كده بس انا بزود.